كانت بتناقش فكره السوبر ليج، هل نادي ماموريدي صن داونز مش هيشارك ولا لا؟ واللي اتكتب في الصحف الجنوب افريقيه بخصوص موقف ماموريدي صن داونز عمل ارتباك شويه في المشهد، لان ناس كتيره اجزمت ان ماموريدي صن داونز مش هيشارك في البطوله، وناس راحت لما هو ابعد من ذلك وقالت لا ده ماموريدي صن داونز هيشارك بس بفريقين، فريق يلعب الدوري الافريقي وفريق تاني هيلعب في البطوله المحليه. انا جبت لكم الخبر اليقين الى ان يتم اعلانه بشكل رسمي او لم يتم اعلانه. انا بقول لكم المعلومه الرسميه. تاكد رسميا ان رابطه الدوري في جنوب افريقيا منحت نادي صن داونز الموافقه الرسميه على المشاركه في مسابقه الدوري الافريقي لكره القدم في البطوله اللي هتنطلق من 20 اكتوبر حتى 11 نوفمبر. طيب بعد موافقه الرابطه هل في مشكله ثانيه؟ لا مفيش مشكله ثانيه، خلاص حسم الامر وتقرر رسميا مشاركه ماموريدي صن داونز، ولقاء الافتتاح بالنسبه له هيكون مع بيترو اتلتيكو في لواندا افريقي بدعم من الفيفا. ان هناك قرار فيما معناه ان اي نادي تم اعتماد مشاركته في الدوري الافريقي لن يلعب مباريات في البطوله المحليه اثناء بطوله الدوري الافريقي. يعني عنده مباراه يوم 21 وعنده مباراه يوم 24 ما يتحطلوش مباراه في الدوري 21 او 24، ما يتحطلوش مباراه في الدوري يوم 21 او 24. الحاجه الثانيه، طب هل ماموريدي صن داونز عنده مباريات خلال هذه الفتره لغايه نهايه الدوري الافريقي؟ وارد جدا يتم عمل مباريات او تسكين مباريات في الدوري لبطل جنوب افريقيا، ولكن اثناء تواريخ بيترو اتلتيكو الانجولي المباراه الاولى هتكون في انجولا يوم 21، ولقاء العوده هيكون في بريتوريا على ملعب لوفتس يوم 24 اكتوبر، وبالتالي ماموريدي صن داونز بيشارك في البطوله. وقبل كده من فتره كنت قلت لحضراتكم في قرار كان صدر من الاتحاد اجنده مباريات الدوري الافريقي، نادي صن داونز مش هيلعب في الدوري. يعني يوم 21 لو عنده مباراه في الدوري هتتاجل، يوم 24 اكتوبر عنده مباراه في الدوري هتتاجل، وصل سيمي فاينال هيلاعب الاهلي يوم 29 اكتوبر عنده مباراه في الدوري هتتاجل، لقاء الاياب في القاهره 1 نوفمبر عنده مباراه في الدوري هتتاجل. لكن ما بين 1 نوفمبر و5 نوفمبر او ما بين 24 اكتوبر ل 29 اكتوبر الرابطه حبت تحط مباريات ليه ما فيش مشكله، لكن ده الاتفاق وخلاص تاكد رسميا مشاركه نادي ماموريدي صن داونز في الدوري الافريقي. وانا قلت لحضراتكم قبل كده مع كامل احترامي للتقارير واللي اتكتب في الفتره الاخيره، قلت يا جماعه نادي ماموريدي صن داونز مش هينسحب ولم يفكر في الانسحاب ولم تطلب الرابطه انسحابه من البطوله. كل دي كانت تقارير صحفيه، البعض بيحاول يجتهد، ولكن انا قلت لكم انا هقول لكم المعلومه الاكيده في هذا الملف، وانتم شايفين على الشاشه طبعا الاستعراض الخاص بالفرق المشاركه وقرعه البطوله ومين هيواجه مين والتوقيتات والكلام ده. بالمناسبه على فكره ان شاء الله باذن الله نتخطى مباراه سيمبا التنزاني، واذا تاهل صن داونز وتخطى عقبه بيترو اتلتيكو الانجولي، هل تتخيلوا ان لقاء الذهاب بس يعني لكل حادث حديث، يعني ده لما يجي وقتها هنتكلم عليه، بس يعني الامر بالشيء يذكر يعني، او الشيء بالشيء يذكر، ان الاهلي واجه صن داونز في الدور نصف النهائي بسبب ضربة الجزاء مروان عطية. ضربة الجزاء على طول طار ليها الحكم الافريقي اللي مش عارف ايه هو الى الفار وعلى طول حسبها. النادي الاهلي في هذه المباراة له ضربة جزاء صحيحة 100%، وفي هدف شك 70%، هدف و30% لا، اللي هو الهدف اللي الحارس ما لحقش يمسكها اصلا وكهربا راح حاططها في الجول، ثم ضربة جزاء اصلا بعديها وحاجات كثيرة جدا، وضربة الجزاء بتاعت اتحاد العاصمة دي فيها وعليها. ولكن هنا انا عايز اتكلم وعايز يعني اقول حاجات كثيره جدا في اداره النادي الاهلي. دلوقتي انت سيبك من اداره النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي يتميزون بالحنيه. يعني المفروض لاعبي النادي الاهلي دول يعتبر الام الحنونه، الام الحنونه، الام المتربيه، الام اللي عمرها ما تطلع صوت، الام اللي بيسكت عن حقه دلوقتي بياخد على عينيه. فبالتالي ليك هدف صحيح 100% بتاع كهربا، اللعيبه ولا الهوا، محمد الشناوي في الجون، علي معلول واقف على خط النص، ولا ما شوفوا الفرق الثاني، شوفوا الزمالك لو ليه فاول اقسم بالله 6-7 لعيبه من لعيبه الزمالك بيتلفوا حوالين الحكم ومش عارف، وده يزق من ورا وده يزق من قدام ويروح الفار ويحسبها. انما لعيبه النادي ليك هدف مش شايفين حد على الحكم خالص، ولا بتطالب ولا حتى بتقول روح الفار، ليك ضربه جزاء ولا بتتكلم في ضربه جزاء.
اقسم بالله ضربه جزاء مليون في الميه. مدافع اتحاد العاصمه ضارب عبد المنعم بقوه في منطقه الجزاء، دي ضربه جزاء وطرد بدون كوره. ده انا قلت بس دي ضربه جزاء وزعقت وخربت الدنيا، وفجاه ما لاقيش حد حوالين الحكم ولا حس ولا اي شيء اطلاقا خالص. ازاي؟ ده المفروض عبد المنعم يقعد في البتاع على الارض ساعه ويطلع على الحكم ومش عارف ايه وياخد انذار ويصيد، وكهربا من هنا وعلي معلول من هنا ومحمد عبد المنعم من هنا وحسين الشحات من هنا. بره ده اللعيبه بره ما عندكش غير كولر بس اللي بيزيد. اي نعم المباراه بسبب خطا كولر، ولكن بره ما عندكش كولر بس اللي بيزيد. انا مدير الكره الجديد اللي هو مش عارف خالد بيبو ولا اسماعيل بيبو ولا صلاح بيبو ولا كامل بيبو، انا ما شفتوش النهارده، ما شفتوش بيعترض على كوره، ولا شفته بيتكلم مع الحكم وسط الشوطين وبيقول له عيب اللي انت عملته الشوط الاول وحسن من الشوط الثاني، ولا شفته بيقول للعيبه مش عارف، ولا شفته. فين خالد بيبو ده اللي عامل لي فيها الاسطوره؟ والاداره النهارده يعني من ضمن فشل الاداره. اي نعم في البطوله عادي في 60 دقيقه اي حد بيخسر، بس بالتالي انت بطوله. يعني انا شايف معظم مجلس اداره النادي الاهلي رايح عمره، يعني كذا حد من اداره النادي الاهلي امبارح نزل الحمد لله رب العالمين العمره مش عارف 87,000 من حاجه. ماشي انت يا عم مسلم واحنا عارفينك مؤمن بالله اكتر مننا، وانت في دينك يا عمي هيؤهلك انك تخش الجنه بدون حساب، بس ما تطلعش عمره على قفا النادي الاهلي. اطلع لوحدك كده، اقعد السنه كلها عند الكعبه، ما قلناش حاجه. انما انت كاعضاء مجلس اداره المفروض تتكلم مع اللعيبه كل يوم تنصحوهم، انما ده عضو هنا رايح للعمره، وده هنا رايح لفندق يتعزم عند صاحبه في السعوديه، وده هنا رايح للرياض في يحضر حفله مش عارف مين، وده ايه ده؟ ايه الموسم الفشل اللي احنا بادئين بيه ده؟ ايه الموسم الحقير اللي احنا بادئين بيه ده؟ واوعى حد يقول لي اصل الصفقات وشها وحش ولا اصل ده، لا 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 لا، ده فشل اداره. من ضمن فشل الاداره النهارده جماهير النادي الاهلي. السعوديه طبعا بتسمح بدخول الجماهير بالبنرات بالشماريخ الجماهير اتكلمت مع الامن السعودي، الامن السعودي قال لهم احنا موافقين، اللي عايز يدخل حتى متفجرات في الملعب احنا متوافقين، بس بشرط هاتوا لنا موافقه مجلس اداره النادي الاهلي. تخيل اداره النادي الاهلي ما عطتش موافقه غير قبل الماتش بنص ساعه. قبل الماتش بنص ساعه الناس المفروض تكون مجهزه من قبلها ب3 4 ايام، والنادي الاهلي البشوات، ما هو البشوات مش فاضيين ولا البشوات زعلانين، عاطين الموافقه قبلها بنص ساعه، ومفيش حد بيعترض على التحكيم، واللعيبه في الملعب حنينه جدا، وحاجات كثيره جدا. نيجي بقى للفني، الخطا خطا كولر من الاول. انا مش عارف النادي الاهلي كان نازل يهاجم ولا كان نازل يدافع ولا كان نازل يلعب على المرتده ولا كان انا مش عارف النادي الاهلي كان نازل الشوط الاول يعمل ايه، ولكن في جزئيات تكسبك بطوله وجزئيات صغيره تخسرك بطوله. جزئيات النهارده والله لو واحد بس ضغط على الحكم ولا شتم الحكم، اي نعم ماشي ياخد انذار مش مشكله، يشتم الحكم بس ولا يجي عنده، انا ما بقولوش يشتمه ويتهجم عليه، لا، ما هو انت ليك حق خلاص، انا اعرف ان ليه حق يعمل اللي هو عايزه، اقصى ما بدالك اعمل، ده ليك حق، خد اللي انت عايزه، اضرب كسر موت براحتك، ولكن انا مش شايف حد على الحكم.